معاشر الإخوة الأعزاء، وصلتني رسالة مكتوب فيها سؤال. يقول الأخ: نظرا للمسائل اللي كنشوفوا الآن أن المحاكم ولات عامرة بالمسائل ديال الزواج والطلاق والمشاكل اللي ولات كتوقع، ولات الحياة الأسرية كلها عذاب وانعدم الزواج السعيد، يعني كيسأل حكم الشريعة في هذا، وشنو الأسباب اللي خلت هذه المسائل تكثر وتكون بالرغم أنها كانت في عهد السلف الصالح وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المشاكل قليلة. شنو السبب؟ نجيب وبحمد الله ونقول: أولا، الزواج هو تشريع من الله سبحانه وتعالى، شرع الله سبحانه وتعالى وسنة من سننه. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته. شنو اللي آية من آياته؟ الزواج آية من آيات الله، والمرأة في حد ذاتها هي آية من آيات الله. آية كما كتفتح المصحف وكتقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. صدق الله العظيم. هذه آية، قل هو الله أحد، آية كتأدي بك إلى وحدانية الله. ملي كتقرأها ماذا تقول؟ لا إله إلا الله. كذلك المرأة هي آية من آيات الله. إلى الشيء كيفاش الله سبحانه وتعالى خلقها، وأنها خلقت من ضلع أعوج، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع أعوج إن أقمته كسرته. عندها واحد ضلعة عوجة، إلا جيتي تقادها تهرسها، كسرتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كثيرها طلاقها. إذا بغيتي تقاد ديك الضلعة إن استمتعت بها وفيها عوج، يعني إلا بغيت تمتع بالمرأة تستمتع بها وهي فيها ذاك العوج، تقبل عليها كما هي. جيتي تقاد ذاك العوج وتحط المرأة في العقل ديالها وفي العمل ديالها بحال الراجل، غادي تكسر هذاك الضلع، والكثير دياله هو الطلاق دياله. يعني ضعف المرأة آية من آيات الله سبحان الله. تخيل لو أننا زوجناك وعطيناك امرأة حاصلة على الدكتورة، أعلى الشهادات، امرأة دكتورة في علم النفس، تزوج بها، تجيبها للدار، تقدر يدوز الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، تلقى واحد النهار قاعدة كتبكي. مالك يا دكتورة كتبكي لأبسط الأشياء. اش كتقول لك جيت اليوم نعمل الخياط واش الجلابة ولقيت الجلابة ما مخيطاش مزيان، نقص ليا منها. دكتورة وكتبكي للجلابة ما مخيطاش مزيان. سبحان الله، ضعف. سبحان من خلق النساء من ضعف. ملي كتشوف هذاك الضعف ديالهم ماذا تقول؟ لا إله إلا الله. كتوحد الله تعالى كما وحدتي على قل هو الله أحد. كتقول سبحان الله اللي خلق هذه النساء هم شقائق الرجال، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقهم من ضعف. هذاك الضعف ودعوا لهم الله سبحانه وتعالى. هذه آية من آياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. وسولوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النقصان بينه ناقصات العقل، لأن الله تعالى أعطاهم العاطفة أكثر من الرجال. داكشي باش النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المرأة ما يمكنش تكون قاضية ولا تكون محامية، لأن المرأة إذا كانت قاضية لها يقدر يكون الظالم ظالم ويبدا يبكي عليها وكيتقلبك أكثر من الإنسان المظلوم وتحكم ليه. تقدر تكون محامية وتلقى الإنسان كيبكي وتدافع عليه أكثر من الثاني وهو الظالم. هذا النقصان العقل. أما النقصان الدين المقصود به دم الحيض ودم النفاس. المرأة من يجيها دم الحيض ودم النفاس كتنقطع العبادة، ما تبقاش تصلي وما تبقاش تصوم. الرجال كيصليوا وكيصوموا دائما، إذن هم أكثر من النساء في العبادة. أما العبادة ديال النساء محدودة، يعني كل شهر كتحيد منا 6 أيام 7 أيام كتكفيهم ديال العبادة، كتزاد الرجال. إذن هم ناقصات عقل وناقصات دين. رحم الله شيخ الأزهر كيحكي، قال لك واحد المرة كيتوضا في مصر عند باب الأزهر، دايزين 3 ديال البنات من البنات العصريات الموجودات الآن، لا حياء ولا دين. دازت وحدة قالت لدوك الجوجات، قالت لهم شكون هذا اللي كيتوضا؟ قالوا لها هذا هو الشيخ الأزهر. هما رجعوا عنده، قالت لها اجي نتفلاو عليه شوية. قالوا لي يا شيخ عندكم في الدين بأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول النساء ناقصات عقل ودين. قال لها بنيتي الحديث صحيح كاين. ايوا قالت لي انا شاده الدكتوره اللي ما شدوهاش الرجاله، وهذه صاحبتي شاده دكتوره حتى هي ما شدوهاش الرجاله، وصاحبتي الثالثه شاده الماجستير ما شدوهاش الرجاله. حنا العقل ديالنا شد لينا الدكتوره اللي ما شدوهاش الرجاله اللي كاملين عقل ودين. علاش الرسول يقول لنا حنا ناقصات عقل ودين؟ اش قال لهم؟ قال لهم اسمعوا بنياتي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال
النساء ناقصة عقل ودين على دوك العيالات اللي كانوا في الزمان ديالو المؤمنات الصالحات القانتات. أما أنتم أسيروا لا عقل لا دين، أنتم صفيتوها لا عقل ولا دين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على دوك العيالات اللي كانوا في عاده الرزينات المؤمنات العالمات الصالحات هما اللي ناقصات عقل ودين. أما أنتن فلا عقل ولا دين، نسأل الله العافية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. شو الآية دي الله تعالى؟ أن نخلق لنا أزواج من أنفسكم. سبحان الله. علاش الله سبحانه وتعالى قال أن خلق لكم من أنفسكم، مع العلم أن حواء اللي هي أم البشر اتخلقت من الضلع الأيسر ديال آدم عليه الصلاة والسلام. سيدنا آدم في الجنة دخل الجنة وخلق المتاع وقع يعني قاع اللي تقر به النفس ديالو، ولكن حس بواحد النقص، لأن الإنسان واخا نعطيوه فيلا ونعطيوه السيارة ونعطيوه فلوس ويقدر يعيش بوحده في شي مدينة ما مع حتى شي واحد، لا، خص لابد من الأنس، لابد من يونسو. آدم عليه الصلاة والسلام تكا في الجنة، غمض عينه واحد شوية كيحل كيلقى حواء خلق الله سبحانه وتعالى بالجن ديال آدم وخرجت من الضلع الأيسر ديالو. إذن كان خاص الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن خلق لكم من أجسامكم ولا من ضلعكم ولا من صوركم، ولكن الله تعالى ما خاطب لا الأجسام لا الصور لا الضلع. اش قال؟ أن خلق لكم من أنفسكم. ديما الله تعالى في القرآن كيتكلم عن النفوس مع القلوب. شوف آية أخرى قال فيها الله تعالى علم ما في قلوبكم، ما قال صوركم ولا أجسامكم. آية أخرى قال فيها الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن احنا في الدنيا اللي عندنا ميزان اخر، إن أكرمكم عند الله أغناكم. اللي مرفح ولاباس عليهم والفلوس هو أكرمنا. اللي عنده الفلوس وعنده الدنيا كندخلوا هو الاول نفرشوا ليه نوكلوا نشربوا نرحبوا به. كانت عندنا زرده ولا مناسبه وجا هو الاخراني نديروا ليه بلاصه وسط الناس الاولانيين. علاش؟ لان هو المكرم فينا عنده الماده. اذا احنا عندنا هنايا اكرمنا اغنانا. الغني هو اللي كنكرموا نحسنوا ليه. اجملنا اللي قلده وزين ولابس مزيان. احسننا اللي عطى الله تعالى صوره زينه وجميل. هذا ميزان الدنيا. لكن يوم القيامه الله تعالى كيقلب هذا الميزان. شنو الميزان اللي كنتعبروا به يوم القيامه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قد خوفكم الله تعالى في الدنيا وقد العمل ديالك الصالح في الدنيا قد الميزان ديالك يوم القيامه. والتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا واشار الى القلب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك التقوى في المحل ديالها هو القلب. الايمان كله فين كيجمع؟ في القلب. داكشي علاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. شنو هو الايمان؟ باش كنعرفوا الانسان مؤمن ولا ما في قلبوش الايمان؟ قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الايمان هو داكشي اللي رسخ في القلب وطبقوه في العمل. ايوا تكون شفار سكيري تاكل ديال عباد الله وتقول انا مؤمن، لا ما يمكنش. الايمان كيظهر على مولا في الفعل ديالو. قد ما كان الفعل ديالو مزيان وكان يصلي وكان يصوم ويزكي ويحج ويعاون عباد الله كتبان على مولاه الايمان. صدقوا الايمان كيصدقوا ولا كيكذبوا العمل ديالك. اللي بغى تعرف ايمانه شوف العمل ديالو. كان العمل ديالو حرد ليه البال، كان العمل ديالو زين راه الايمان ديالو مزيان عنده درجه من الايمان. كان العمل ديالو كله مفلس عرف ليس في قلبه ايمان، نسال الله العافيه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. اش خلق الله سبحانه وتعالى؟ أزواج، جمع زوج. خلق لنا الله تعالى أزواج باش نكونوا مثنى نكونوا جوج. أزواجا لتسكنوا إليها. يا ربي علاش خلقتينا هاد الأزواج؟ حنا بغينا نبقاو ديال راسنا أحرار، ما نتزوجوا ما نبنيو دار ما نسكنوا ما نديروا وليدات. يا ربي اش بغينا حنا بهاد الزواج كلشي؟ لا، ربي سبحانه وتعالى كيواجب كيقول لكم بأن الزواج فيه الصلاح، مزيان الراجل ومزيان المرأة. اش فيه؟ اش من صلاح فيه؟ قال لتسكنوا إليها. السكون هو الهدوء، هو الراحة، هو الاستقرار. هذا السكون اللي انعدم اليوم ما بقاش. السكون فين كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف رجعوا الآثار. قال لك المرأة في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الا الراجل ديالو بغى يخرج الصباح من الدار بغى يمشي للخدمه كتقول لي وقف فلان اتق الله يا رجل، اتق الله راك غادي البيع والشراء، ولا كنتي ان ترزقنا من حرام، الا كنتي غادي تجيبنا توكلنا من حرام فاننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على عذاب جهنم. قالت لي شوف
الا كنتي غتخرج الصباح وفي 12 تجيب لينا معاك التفاح والبنان وجيب اللحم ومقضي وجيب داكشي كله من حرام ما عندنا ما نديرو به، تجيب لينا غير قرعه ديال الزيت وخبيزه نتغداو بها ونتعشاو بها. راه نصبروا على جوع الدنيا وما نصبروش على العذاب ديال جهنم. الدنيا باش ما كندوزو هاد الكرش اللي عطيتها تقبلها، عطيتها الزيت والخبز، عطيتها الخبز حرفيه تقبلها، عطيتها البنان والتفاح تشبع، داك اللي عطيتها تشبع به، واخا تاكل غير الورق من الارض راه تشبع. راه حنا قالت ليه نصبروا على جوع الدنيا وما نصبروش على عذاب جهنم. فين بقى بحال هاد المراه في هاد الزمان؟ هذه وصاتو قالت لي خاف الله تعالى ما تجيبناش الحرام. المراه ديال اليوم توقف لك عند الباب خارج، فلان الدقيق ما بقاش، الزيت ما بقاش، السكر ما بقاش، غادي يجي فلان يتغدى عندنا، سير سرق ولا خون. الراجل كيربح 1000 درهم في الشهر والطلب ديالها 5000 درهم في الشهر، باش يكمل سير خذ الرشوه ولا سير قتل ولا ذبح ولا دير اللي بغيتي، غير جيب. الله يذكر عليه واحد الراجل بخير قال لمراته، قالت يا كل نهار بارك عليا جيب، ما عمرك قلت لي هاك كلمه هاك، ما عمري سمعتها في حياتي. قالت لي سهله، الصباح تمخرج قالت لي هاك البوطه ديال عمرها. صباح الزواج ضريبه كيأديها الراجل وكيخلصها. هذا هو السبب الاكبر اللي خلى الزواج ما يبقى الزواج سعيد. ما بقاش المراه كتساير الراجل، ما بقاش تعاون معاه على الزمان، ولات المراه في الدار كما كنقولوا حنا بالدارجه بحال بروسي عندك في الدار، ما تراعيش الراجل عنده ولا ما عندوش. ولات المراه خصها تاكل وتشرب بوحدها، الا جبتي معك غير ضيف زيد هذاك هو النهار الكحل. اسمع سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ملي دخلوا عنده الملائكه قال لهم الله سبحانه وتعالى قوم مكرمون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. سيدنا ابراهيم ملي دخلوا عنده الضيفان اش دار؟ ناض هو يمشي عند مراته، قال لك الله سبحانه وتعالى فراغ الى اهله، دخل الكوزينه واحد شويه ساعه ديال المكانه دخل لهم عجل سمين مشوي محطوط. ولو كانوا العيالات ديال دابا والله تعالى دخل الكلام اللي غادي يجرى بين ابراهيم واللي غادي يجرى بين مراته. علاش جبتي الضيفان واش بغينا بهم وحنا اش غادي نديروا؟ انت معيني كل ساعه جيب لي الضيف جيب لي جوج. نسيت بان الله تعالى كيرحم بالضيف، والله تعالى كيرزق بالضيف، والله تعالى كينزل البركه بالضيف. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام داس عليه 12 يوم والضيف ما كاينش في داره، قلط. لان كان سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام من الامور اللي ابتلى بهم الله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم الكرم والضيافه. ما عمرو قال لك في حياته كان بوحده، ديما يجيب واخا يخرج يجيب واحد من الزنقه ويدخلوا ياكل معه دائما. هذه سيره الانبياء. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكرم رجلا وهو يعرفه، اللي دخل شي واحد لداره وكلوا وشربوا وهو كيعرفه قال لك هذا كانما اكرمني، يعني كانه اكرم الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي دخل شي واحد، ومن اكرم رجلا وهو لا يعرفه، واللي دخل شي واحد لداره وكلوا وشربوا وهو ما كيعرفوش كانما اكرم الله. بحال الله تعالى دخل عنده ذاك النهار وكرموه وكلوا وشربوا، درجه ديال الكرم. ولكن ما ندخلش للدار من ولا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل بيتك الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي. ما يدخلش الدار ديالك الا رجل مؤمن فيه الصلاح، وما ياكلش الطعام ديالك الا رجل تقي. الا لا دخلتي وانت ما كتعرفوش هذاك امره الى الله. احنا غادي نرجعوا لسيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ملي دخل الضيف 12 يوم ما لقاش ضيف، خرج هو يلقى واحد دخلوا فرحان. ملي السيد ذاك ياكل توسط في الماكله، يلاه ضرب النص ديال الماكله، سولو قال لي من اي قوم انت؟ قال له ودي انا مجوس من قوم المجوس، من قوم اللي كيكفروا بالله سبحانه وتعالى يعبدون النار من دون الله. قال لي خرج عليا. نهروا خرجوا. علاش؟ لانه مجوسي ما كيوحدش الله سبحانه وتعالى. هو ينزل جبريل عليه الصلاه والسلام نزل على سيدنا ابراهيم قال لي الله تعالى كيسلم عليك وكيقول لك هذا العبد ديالي اللي جريتي عليه انت 70 عام، لان ذاك الراجل في عمره 70 عام. قال لي 70 عام وانا هازو فوق الارض، كافر بيا انا وهزيته فوق الارض وموكلو ومشربو وعاطي رزقه، وانت على ماكله وحده جريتي عليه. هو يمشي يجري عاد المجوسي يردو من الطريق، قال لي والله ترجع تكمل طعامك. قال له ودي اش غير قبيله عجريتي عليا ودابا رديتيني. قال له ودي الله تعالى فجرتك خاصم عليا. قال لي كيفاش انا مجوسي وفجرتي انا الله تعالى خاصم عليك انت نبي؟ قال لي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ابراهيم نبي الله. شهد سبب ان الله تعالى كرموه هزو فوق الارض 70 سنه وهو كافر. هذه المعامله ديال الاكرام دخلته للاسلام. هنا علاش كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعامله، الدين هو المعامله. شحال من واحد غادي يدخل الاسلام غير مجرد المعامله بلا ما تقولي لا صلي ولا صوم ولا زكي ولا حج، راجل ضال غير تعامل معاه مزيان، يشوف المعامله ديالك مزيانه يقول هذا الدين مزيان يدخل ليه هو الاول. الدين المعامله. حتى اليهودي اللي كان جار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
كان النبي صلى الله عليه وسلم كيكربو، وفين ما النبي صلى الله عليه وسلم يذبح واحد الشاة يقسم مع النص ويصيفط ليه النص، هو يهودي. بديك المعامله ديال النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي دخل الاسلام، وحنا كنقولوا هذا الشيء يهودي دخل الاسلام، هذا يهودي يعني هما الابعد الناس، هما الناس اللي مغضوب عليهم، هما الناس اللي غضب عليهم الله تعالى، ومع ذلك بالمعامله ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى الاسلام. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكون، الهدوء، الراحة، ولكن هذا كله مرتب على المرأة. المرأة هي اللي تخلي الزواج سعيد ولا غير سعيد، هي اللي تعطي الهدوء الرجل وتواسيه في الفرح دياله، تواسيه في الحزن دياله، توقف جنبه، هي اللي تخلي الزوج يعيش حياة سعيدة، وهي اللي تخلي الزوج يعيش في الجحيم ديالها هي المتطلبات. يوم مشات للعرس لقات وحده دايره الطوانق ديال الذهب موضه جديده، تقول لي اشريهم ليا، هو الصير ديالو والمدخول ديالو ديال الشهر كلشي ما يجيبش حتى طانقه وحده. هي قالت لي جيب لي الطوانق، شد فلانه مفصله واحد فينا، جيب لي بحال داك التوم، هو ما عندوش الغالب الله. داك الشيء على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكذب حرام الا في ثلاثه الامور حل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا فيهم ثلاثه. هذا حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب حرام الا في ثلاثه. الاولى حل لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باش نكذبوا على العدو ما عمرك تعطيه الحق، العدو نعطيو الحقيقه ديالنا ما نعطيوش. المسلمين حاطين السلاح في هذه البلاصه وجا العدو كيسول فين دايرين سلاحكم، فين دايرين، لا دايرينو على اليمين نقولوا لي حنا على اليسار نقلبوا لي الحقيقه. والكذب الثاني اللي حلو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الكذب لاصلاح ذات البين. جوج الناس تخاصموا، جيتي عند هذا قلتي له ودي مالك مع فلان، قال لك ما مزيانش وما يسواش وما يصلحش، الفاعل تارك هذه اش غادي دير ديك الساعه؟ غادي تمشي على الثاني غادي يقول لك تا هو الفاعل تارك، قول له ودي شتي راه مشيت عند فلان وما ذكركها بالخير، انت كذبتي، واخا هو سبوا عين ولكن تبغي تصلح بيناتهم، قول له ودي مشيت ما نكرش الخير ديالك وقال لك راجل مزيان وكذا وكذا. ملي تمشي عند هذاك الثاني تا هو غادي يسب لك الاول، ترجع عند الاولاني يقول له انت مشيت عنده انا ما خسرش ليا، تا هو ما ذكركها بالخير وشكرك بالخير حتى تجمع بيناتهم وتصلح بيناتهم. والكذب الثالث هو الكذب على المرأة، حلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حالات. نعطيهم مثال، الراجل مسكين ما في حالوش، قالت لي المرأة بغيت تلفازة كولور وبغيت الفيديو، ما عندوش باش يشري تلفازة كولور، ما عندوش باش يشري الفيديو، اش كيقول لها؟ وان شاء الله تراس العام راه غادي يعطيونا شي بركه وراني غادي نشري، هو واخا ما عندوش. ولا تنشهر الجيران وصيت واحد السيد ربما غادي يجيبهم ليا من الشمال ولا يجيبوا من شي حاره اخرى، يعني كيبقى هكا دين الصفه، لان الا جاي يصطدم معها هي من ضلع اعوج، جاي يصطدم معها غادي يطلقها، اذا هنا يكذب عليها. علاش؟ من اجل مصلحه هذيك الاسره. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذا قلنا السكون والراحة يا أحباب نتعلق بالمرأة، إذا كانت المرأة صالحة وتقنع بالقليل وما بغاش تعاند النساء اللي فوق الطاقة ديالها، وتعرف بأن الله سبحانه وتعالى أعطاها راجل على قد الحال وراجل فقير، خاصها تواسيه. إحنا دابا كندير العيالات كيوقع لهم المنافسة بيناتهم، وهذيك المنافسة هي اللي كيكون الضحية ديالها الرجال. اسمعش قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الله تعالى كيتكلم مع المؤمنين قال ما يسخرش الرجال من الرجال، لا يسخر قوم كتطلق على رجل مع رجل وعلى جماعة مع جماعة وقبيلة مع قبيلة وفخدة مع فخدة وعمالة مع عمالة وبلاد مع بلاد ودولة مع دولة. مثلا احنا المغاربة. والكذب الثالث هو الكذب على المرأة، حلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حالات. نعطيهم مثال، الراجل مسكين ما في حالوش، قالت لي المرأة بغيت تلفازة كولور وبغيت الفيديو، ما عندوش باش يشري تلفازة كولور، ما عندوش باش يشري الفيديو، اش كيقول لها؟ وان شاء الله تراس العام راه غادي يعطيونا شي بركه وراني غادي نشري، هو واخا ما عندوش. ولا تنشهر الجيران وصيت واحد السيد ربما غادي يجيبهم ليا من الشمال ولا يجيبوا من شي حاره اخرى، يعني كيبقى هكا دين الصفه، لان الا جاي يصطدم معها هي من ضلع اعوج، جاي يصطدم معها غادي يطلقها، اذا هنا يكذب عليها. علاش؟ من اجل مصلحه هذيك الاسره. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذا قلنا السكون والراحة يا أحباب نتعلق بالمرأة، إذا كانت المرأة صالحة وتقنع بالقليل وما بغاش تعاند النساء اللي فوق الطاقة ديالها، وتعرف بأن الله سبحانه وتعالى أعطاها راجل على قد الحال وراجل فقير، خاصها تواسيه. إحنا دابا كندير العيالات كيوقع لهم المنافسة بيناتهم، فهذيك المنافسة هي اللي كيكون الضحية ديالها الرجال. اسمعش قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن.
الله تعالى كيتكلم مع المؤمنين قال ما يسخرش الرجال من الرجال، لا يسخر قوم. كتطلق على رجل مع رجل، وعلى جماعة مع جماعة، وقبيلة مع قبيلة، وفخدة مع فخدة، وعمالة مع عمالة، وبلاد مع بلاد، ودولة مع دولة. مثلا احنا المغاربة كنبداو نسخروا، كنبداو نضحكوا. اش كنقولوا اثيوبيا ضربوا على خبزة، الصومال لعبوا على حبة ديال القمح، لعبوا على ماتش ديال الكرة. كنبداو نضحكوا كنستهزاو بداك الجوع اللي عندهم، الا ما خصناش نسخروا منهم. عسى ان يكونوا خيرا منهم، عسى هما يوم القيامه ربي يغفر لهم هذاك الجوع اللي عطاهم، ودوك الناس اللي ماتوا بالجوع الله تعالى يغفر لهم يوم القيامه، يكونوا من اهل الجنه. وحنا اللي عندنا الخيرات عايشين واكلين وشاربين، حنا مكحلين، حنا حسابنا تالاخر. ربما حنا نضحكوا عليهم هنا، ولكن يوم القيامه هما في الجنه وحنا في النار، هما يضحكوا علينا. السخريه حرام. ولهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب اشعث اغبر ذي طمرتين مدفوع على الابواب لو اقسم على الله لابره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: رب اشعث، واحد رجل مشعكك، اغبر مسخ، مشعكك ومسخ، مدفوع على الابواب، حتى واحد ما يقبله، اللي جا حدا بابو يجري عليه، مجدوب نقولوا احنا، ولا دايزين حفيان وعريان مسكين ما عندوش. لو اقسم على الله لابره. يقدر يهز يدو في ذاك النهار ويقول: يا ربي تزلزل الدار بلي يزلزلنا الله في ساعه واحده. هذوك الله، هذوك ما اولياء الله ما كنعرفوهمش حنايا. ولهذا السخريه حرام، ما نسخروش من الانسان كيف ما كان نوعه. ودار الله سبحانه وتعالى للعيالات: ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. النساء ما يسخروش بعضياتهم، ويدخلوا العرس ويبداو يتغامزوا. وشوف لنا جاي لابسه دفينه قديمه وما دايره تطوانك ديال الذهب في دنها، وجايه ما شاد الكسوه وشاد اللبسه، وبداو يتغامزوا عليها وبداو يسخروا منها وبداو يضحكوا عليها. علاش؟ لان هي صابره مع راجلها وعطى الله تعالى يعني الفقر، وصابره مع على ديك الحاله وغاده معاه، كيبداو يستهزئوا منها ويسخروا منها. الله تعالى كيقول لهم: ردوا بالكم، انتم اللي كتعلوا عليها بدوك الباسات، الرجال ديالكم جايبينهم من الحرام، راجلك خاون فيهم وشاد عليهم الرشوه وكاذب عليهم باش جاب لك هذاك اللباس اللي لابسه انت، انت ويا يوم القيامه في النار. وهذيك قنعت بالحاله هي يوم القيامه تكون في الجنه وهي تضحك عليكم. شوف المراه الصالحه في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان واحد الرجل كيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعه، ملي كيسلموا كينوض كيجري لدارو. اليوم غدا واحد النهار ويشدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رجل لما لا تجمع معنا؟ علاش ما كتجمعش معنا؟ علاش ملي كنصليوش ما كتبركش تخرج البقيه الصالحات وتريح شويه؟ قال: يا رسول الله ما كاين ما نخبي منك، هاد الجلابه اللي لابس انا هي اللي كنكسب انا ومراتي فقراء. ملي كنصلي كنمشي نجري نلقاها هي موضيه وكتسنى عند باب عند مور الدفه كتسنى، غير نحيد انا الجلابه نصلي تلبسها هي باش تصلي بها، ما عندناش ديك الجلابه هي اللي نكسبوا في الدار كلها. بدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيبكي وهز يدو ودعا معاه بالبركه وبالخير. ملي مشى عند مراته ودخل مع الدار قالت: ليش عطلك؟ ماش كتعطلو خليتيني موضيه وكنتسنى. كيتحرقوا على الصلاه باش يصلوا في الوقت، كانت تشعل فيهم العافيه. قال: يا ودي ما كاين ما نخبي منك، راه النبي صلى الله عليه وسلم وقفني وسولني. قالت لي: ياك ما قلتي لي حنا فقراء وما بحالناش وصابرين على امر الله. قال لي: قلتها لي. بدات كتبكي. اش قالت لي؟ اسمع هاد المراه اش قالت. قالت: اتشكو الله لرسوله؟ واش كتشكى من الله تعالى؟ قال لي: هذاك غير رسول الله. قالت لي: ما هو الا بشر، ما تقولهاش ليه، ربي اللي عطانا هاد الفقر نصبروا عليه وما نقولها حتى شي واحد. تا رسول الله ما كنتيش تقولها ليه، لان الا قلتها لرسول الله بحال كنتشكاو من الله تعالى، وحنا فرحانين وراضيين بامر الله سبحانه وتعالى. يسمعوها العيالات بل سمعوها الرجاله. راجل دقوا شوكه ما يخلي لمن يقولها، حبوبه ناطلي ما يخلي اللي يتلاقى معاه يقول لاباس بخير، يقول لي واحد الحبوبه بيت كاع الليل وانا نغوت منها. غير حبوبه ما يخلي لمن يقولها، يتشكى وما يخلي لمن يقولها. لمن كتشكى؟ راه كتشكي الله سبحانه وتعالى للعباد. اش غيديروك العباد امام الله سبحانه وتعالى؟ ما عندهم ما يديروك. ولهذا كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من شكى فوق 3 فقد شكاني. اللي صبتوا بشي مصيبه وقال ل3 الناس فات غير 3 راه شكاني، راه ولا كيتشكى مني للعباد. انسان صابته شي مصيبه ما يذكرهاش، لقاك شي واحد اهلا سيف لا لاباس بخير، قول لي لاباس بخير الحمد لله. ترى ساق الاخبار وقال لك سمعنا كذا وكذا، قول لي ايه والحمد لله، دخل والحمد لله باش ما تسماش كيتي الله تعالى. اي يا سيدي مشى لي داك المحل ولا مشاو لي دوك الفلوس والحمد لله على كل حال، باش تكتب عند الله سبحانه وتعالى من الصابرين. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يمكن الانسان اللي غادي في الطوبيس ولا غادي في الشارع الدولي البسطام يضرب يدو لجيبه يقول لهم المهم تيداوهم، هذا ما كيتكتبش من الصابرين. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمه الاولى. من اللي ضرب يدك وتلقى الفلوس ما كاينش اش تقول؟ اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
ولا إنا لله وإنا إليه راجعون. قول شي كلام اللي غتسجلوا الملائكة، لأن أول كلمة كتخرج على المصيبة هزوا التليفون عيطوا عليه قال لك باك مات. أول كلمة غادي تقول هي اللي كتشجع عليها الملائكة، واصبرتي ولا ما صبرتيش. وما دازت ساعة وساعتين وبردتي ورجع فيك الدم عاد وليتي كتقول يا سيدي الحمد لله وصبروا على أمر الله، لا ما بقاتش مقبولة مردودة عليك. إذن النساء الصالحات المؤمنات كانوا كيصبروا مع الأزواج ديالهم والله سبحانه وتعالى رضى عليهم. كطيع الزوج ديالها يقول لها صرفي اليوم 1000 ريال كتصرف 1000، يقول لها صرفيها الفرنك كتصرفها الفرنك، كيقول لها الكسوه من العيد للعيد كتقول ليه نعم. طاعه ديال الزوج. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. العيالات عندهم قضية سهلة، لا بغاو الجنة عندهم سهلة، سهل من الرجال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم غير 4، قال لهم المرأة إلا حافظت على الصلوات صلت 5 ديالها ما فلتاتهاش، وصامت الشهر ديال رمضان ديالها، وحفظت الفرج ديالها من الزنا، وطاعت الزوج ديالها في الأوامر اللي كيعطيها، يوم القيامة كيخيرها الله تعالى بين 8 البيبان ديال الجنة، كيقول لها أي باب بغيت تدخلي منه دخلي. لا إله إلا الله. غير إلا ما بغاوش، عندهم الأمور سهلة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ولا كان أزواج خلقهم من الله تعالى باش نسكنوا ليهم ونهدئوا الراحة، إذا خاص زواجنا يكون حسن من الحياة ديالنا الأولى اللي كنا ديال ريوسنا. إذا لقينا شي واحد شي شاب كيتزوج، كيمر عليه العام الأول العام الثاني العام الثالث كيقول يا ليتني ما تزوجت، كيتمنى كيقول ودي دخلت المشاكل كونها ما تزوجتش، كون بقيت غير ديال راسي. هذا اللي كيقول هذا الكلام عرفوا بأنه ما تزوجش على سنة الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الزواج ديالو ما كانش على الطريقة ديال سنة الله وسنة الرسول، واخا كيقولها بلسانه، لأنه هو الزواج واحد ولكن النية تختلف. نعطيهم مثال، دابا درب واحد كتجي نهار السبت كتدخل درب واحد كتلقى فيه 3 العراسات، 3 الناس مجوجين، المظهر هو واحد، كاع داقين له تاقات وكاع شي كيشطح وشي كيغني، واللي بغى يذكر اسم الله كيذكر اسم الله، والناس كتاكل والناس فرحانه، هذا المظهر، كلهم عندهم نفس المظهر، السيارات كيتسناو كذا، ولكن النية تختلف. كل واحد فيهم تزوج امرأة على غرض على نية، كل واحد غادي يلقاو عنده عند الله تعالى نية، ومن ديك النية كيحكم الله تعالى على ذاك الزواج واش يكون سعيد ولا ما يكونش. اسمع اش قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحفظ فرجه بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول اللي تزوج المرأة من أجل الفلوس الله تعالى كيبتليه بالفقر، وخيشد فلوسها وياكلهم دوز العام وعامين و3 سنين و4 سنين و7 سنين و10 سنين، نهار يقرب يموت الله تعالى يقتله وهو فقير. واللي تزوج بالمرأة من أجل العز ديالها، شنو هو العز ديالها؟ يعني المكانة ديالها، عندها السيارة وعندها فيلا وكدير محامية ولا قاضية ولا أستاذة، خذها لأنها خدامة عندها شي مكانة مزيانة. هذا قال لك لم يزيده الله إلا ذلا، الله تعالى كيدله. كتزوج به ديك المرأة وكديروا غير بلاكا مدرقة به عباد الله وكدله، تولي تقولي نعس نعس، تقولي نوض نوض، كتولي هي كتحكم، هو ما يبقاش عنده الرجال قوامون على النساء، كتقلب الآية كتولي هي قوامة على ذاك الرجل. ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناء. وكاين اللي كيتزوج بالمرأة لأنها با قيد ولا با عامل ولا با عنده شركة من أجل الحسب ديالها من أجل العائلة ديالها، هذا قال لك لم يزده الله إلا دناء. كيكون با عنده شركة ولا يكون با قيد كيتزوج بها كيعطيو الشيفور يمسح الطوموبيلات كيهينوه، تزوج بها باش يطلع الفوق الله تعالى كيردو لتحت. ومن تزوج امرأة ما بغى منها إلا يغض البصر ديالو على ما حرم الله ويحفظ الفرج ديالو من الزنا، بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه. هذا هو الزواج اللي كيكون سعيد، ما باغي منا لا طمع لا حتى شي حاجة، باغي يستر العراض ديالو، هذاك هو الزواج اللي كيبارك فيه الله سبحانه وتعالى. كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر كيبين بأن الرجل كياخذ المرأة على 4 حوايج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج المرأة لإحدى خصالها، لمالها ولدينها ولجمالها ولخلقها. المرأة كتدخل إن من أجل الفلوس ولا من أجل الجمال، ولا امرأة مزيانة من أجل الدين والخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
فاظفر بذات الدين والخلق تربت يدك. سير مولات الدين ومولات الخلق راه يدك طاحت في المليح كما كنقولوا حنا بالدارجه. علاش؟ صاحبة المال يذهب، المال ما كيبقاش. شحال من غني يصبح فقير وشحال من فقير يصبح غني. يعني اللي خدم من اجل الفلوس واحد النهار غادي يقول لها روحي يا بنت، روحي الى بيت ابيك لقد راح المال. فلوس علاش خدتك راه متقاده وسيري في حالك. الجمال تو كيمشي، الجمال يدبل. مرأة جميلة دوز على 4 سنين 5 سنين بعد الزواج 10 سنين كاع 15 عام مشى هذاك الجمال. واحد النهار غيقول لها روحي لقد راح جمالك. الله يعاوننا ويعاونك، بقيتيش جميلة بقيتيش عاطيه النظرة. اما اللي خدم من اجل الدين والخلق، الدين والخلق كيبقاو في المرأة الى يوم القيامة ما كيتغيروش. نعم عليه الله سبحانه وتعالى وقال الراحة. هذا هو اللي كيعيش في الزواج السعيد. لا اله الا الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف الله تعالى كيفاش كيرتب الآية، وجعل بينكم مودة ورحمة. علاش ما يسبقش الرحمة على المودة؟ سبحانه. لا، كل حاجة كتجيب السوايع ديالها وكتجيب الوقيته ديالها. قال الله تعالى مودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. شنو هي المودة؟ المودة هي المجاملة. يا سلام، حياة المجاملة. حياة المجاملة هي العام الأول والعام الثاني ملي كيتزوجوا العرسان بجوج. المرأة كتخبي العيوب ديالها والراجل كيخبي العيوب ديالو. العام الأول والعام الثاني فاش كيعيشوا في المجاملة، هي كتبين داكشي اللي زين عندها وهو كيبين داكشي اللي زين عنده. ملي كيدوز العام الثاني وكيولدوا الأولاد وكيدخلوا الحياة الصحيحة وكيدخلوا الصح الصحيح، اش كيدير هنا؟ كتبان العيوب ديال الراجل وكتبان العيوب ديال المرأة. هنا اش قال الله تعالى؟ ورحمة. يعني لا بالو فيها شي عيوب صلح فيها العيوب اللي فيها. راه ما كنتش كتنتظر انك غادي تتزوج بعائشه رضي الله عنها، امراه مسكينه ضعيفه ديال القرن العشرين، وتا هي تصلح فيك ديك العيوب اللي لقات فيك. ما كانش كتنتظر بانك غتتزوج بسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، راجل مسلم ضعيف ديال القرن العشرين تابع الشهوات والضلالات وكيتعافر مع على قدر الايمان ديالو. هنا شي يكون بيناتهم رحمه، يصلحوا العيوب بعضياتهم. ما قدروش يصلحوا بعضياتهم، هو يرحمه، هو يرحم هذيك المراه وهي ترحمه ويعيشوا في الرحمه حتى يلقاو الله سبحانه وتعالى مؤمنين صالحين قانتين، باش يكونوا من أهل الإيمان. اش قال الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أصحاب اليمين في الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أقل رجل في الجنة، أقل رجل اللي ما عندوش في الجنة، عنده خيمة من ذرة مزوقة من ياقوت كتلمع الفوق. هذه الخيمة شحال فيها؟ فيها 70 امرأة. هنا خاد وحده ولا جوج، الله تعالى يوم القيامة كيجوجوا ب70 مرأة. 68 مرأة كلهم من الحور العين، وجوج النساء من العيالات ديال الدنيا. لا إله إلا الله. الحور العين اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لو طلت بسوارها أو بخاتمها لأحرقت ما بين السماء والأرض. الحور العين اللي قال عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو وحدة من الحور خرجت يديها من الجنة، خرجت غير الصبع الصغير ديالها وداك الخاتم ديالها، النور اللي عندها في داك الصبع وفي داك الخاتم يحرق ما بين السماء والارض، كلشي تحرق. يرى وجهه في صحن وجهها، الوجه ديالها مرايه يوم القيامه في الجنه كيشوف وجهه في الوجه ديالها. ويرى نور بدنها من وراء 70 حله، تلبس 70 دفينه يخرج داك النور من دوك الفتحات، من ديك 70 فتحه يخرج داك النور ديالها ويشوف داك النور ديالها خارج. جمال. ومع ذلك هذا الجمال وهذا الحسن كله في هذه المراه. وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة المؤمنة الصالحة اللي طاعت الزوج ديالها يوم القيامة في الجنة الجمال ديالها كيزيد على الجمال ديالها في الحور 70 مرة. لا إله إلا الله. هل الجمال اللي ذكرنا كله في الحور؟ المرأة المؤمنة الجمال ديالها كيزيد 70 مرة على هذا الحور. علاش؟ لأن المرأة اللي غادي تمشي من الدنيا وغتمشي للجنة عندها شهادة استحقاق، اختبرها الله تعالى في الدنيا عاد 60 عام و70 عام وطاعت الله تعالى ونجحت في الامتحان، كتدخل بشهادة، شهادة تقدير. أما هذاك الحور العيالات ديال الحور خلقهم الله تعالى وضعهم في الجنة، ما اختبرهم ما حاسهم. يعني هذوك الحور لو نزلوا تاموا الدنيا ما عرفناهم واش غادي يديروا، واش يسكنوا تاموا يفسدوا ويضلوا، يعني ما عندهمش شي شهادة ديال استحقاق. أما هذو العيالات ديال الدنيا داخلين الجنة وعندهم جائزة بأنهم فازوا في الامتحان اللي عد لهم الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا 70 امرأة، 70 امرأة وحدة ما كتشوف الأخرى. والمرأة عادة إلا شافت يعني لا حد تشوفه كان لوطة مثل الجنة يعني ليس فيها جبال، كتشوف المرأة 100 كيلومتر، يعني 70 امرأة قد تكون 7000 كيلومتر في الخيمة الواحدة على الأقل. يعني 3 الخيمات
ديال الجنة إلا نزلناهم للدنيا عمروا لنا القارات الخمس، غير 3 الخيمات ديال الجنة الله يجعل شي بركة يعمروا. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى قال جنات عرضها السماوات والأرض، غير العرض ديالها السماوات والأرض تكفيها وتفوتها. حتى خبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة كلشي الناس اللي غيدخلوا الجنة يالله غادي يعمروا الثالثة ديال الجنة، والثلثين كلها غادا تبقى خاوية. حتى أهل الجنة ديك الثلثين ما يقدروش يمشيو ليها، حتى قال لك الله تعالى غادي يخلق واحد الخلق بحالنا وغادي يعمر بيديك الثلثين ديال الجنة باش يتخلطوا الناس ويولي الأنس وما يبقاش الإنسان الناس أهل الجنة ما يبقوش مجموعين في مكان واحد. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المؤمن له 4 أبواب. ديك الخيمة، هذا أقل رجل في الجنة عنده خيمة فيها 70 امرأة و100,000 ديال الخدم، 100,000 ديال الدراري الصغار اللي كيخدموه، هما دوك الدراري اللي كيتزادوا كيموتوا كلهم غادي يكونوا خدام الجنة كما قال الله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إلا شفتهم في الجنة تصحيهم غير اللؤلؤ جميلين وزوينين. داكشي علاش كيقول لك الزين مزيود الآخرة، الدري اللي كيتزاد وكيموت كتلقى دائما جميل، هذوك خدام الجنة. طيب والخيمة لها 4 أبواب، الخيمة فيها 4 البيبان. قال لك باب منه كيدخل يزور الله تعالى، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بأن من الجمعة الجمعة كيخرجوا الناس لرؤية الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوق يسمى سوق الجمعة، ما هاد السوق غادي يبيعوا يشريوا فيه، ما بقى لا بيع لا شراء، كيخرجوا باش ياخذوا الهدايا من عند رب العالمين، ويخرجوا لزيارة الله رب العالمين، حتى كيرجع الراجل أجمل من الأول دياله. كيشوفوا عيالاته كيقولوا لي سبحان الله رجعتي جمل ما خرجتي في الصباح، كيقول لهم كيفاش ما رجعش جميل وأنا رجعت من الزيارة ديال الله رب العالمين. وباب منه كتدخل الملائكة تقضي ليه الحوائج ديالو، إلا خصاتو شي حاجة كتدخل ليه الملائكة. وباب منه كيدخل عند النساء والعيالات ديالو. وباب منه كيطل على أهل النار وأهل الجحيم نسأل الله العافية، كيتكلم معاهم. الله ودي السي فلان، الله ودي الحاج فلان، وكنا نعرفوك راجل مزيان كتوكل عباد الله، كنتي الطعام ضعيف والطعام الجائع، واللي خاصو شي ورقه تصاوبها ليه، واللي خاصو شي حاجه تعطيها ليه، واللي كيتسالوا شي تخلصوا عليه، كنتي راجل مزيان. كنا نقولوا الحاج فلان الا ما دخل الجنه ما كاين كاع من يدخلها، العمل ديالك كان زين، اش دخلك النار؟ قال لي مودي الحياة علاش دخلت النار؟ عطيت الحقوق للعباد ونسيت حق الله. اش قال الله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، اش دخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش نصليو، اول جريمه نسينا حق الله. ولم نكن نطعم المسكين، منهم اللي كيقول ما كناش نطعموا المساكين، كنا نطعموا العفاريت بحالنا نشوفوا الناس اللي فوق منا. وكنا نخوض مع الخائضين، كنا كنتلاعبوا في الدنيا. مرة احنا جالسين مع اصحاب السكره، مرة احنا جالسين مع مالي الفلوس، مرة احنا مع الطلبة، مرة احنا مع القمارة، الواد اللي يجي يدينا. وكنا نكذب بيوم الدين، كان عندنا الشك، كنا كنقول واش ربي غادي يحاسبنا وهاد الفلوس كاع عندنا، اللهم ناكلوا ونضحكوا شويه، نعبدوا شويه ونضحكوا شويه. كنا غادي نوضوا من القبور ديالنا نلقاو واحد شويه العمل صالح، الا بقينا في القبور ديالنا وما نضناش كاع وربما ما تكون حتى شي حاجه نصابوا راسنا دوزنا شويه في الدنيا. يا احباب نقف عند هذا القدر على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الجزء المقبل، واستودعكم الله الذي